ترى للدعاء أسباب وموانع. في أسباب تحقق الدعاء وفي موانع تمنع الدعاء. فلا تتهم ربك، تأدب مع الله. في كثير كده يعني حتى بعضهم يصل به إلى الإلحاد، يعني يقول وأنا أخص بالذكر اللي يروحوا لحقين علم الطاقة، يعطيك أسباب من راسه وطرق. بعضهم يقول لك لا تصلي 6 شهور سنة نافلة، بعضهم يقول لك استغفر 365 حتى تروح للمجال الطاقي الأول، وبعدين تجد نفسك انك تروح تسأل نفس الشخص هذا اللي انت اخذت منه الكورس هذا، يقول لك الهدف حقك انت فيه، فتعيش انت في عالم آخر. لكن لو أدبت نفسك مع الله سبحانه وتعالى، انه يعني القصور مني أنا مش من الله سبحانه وتعالى. لازم أقرأ ما كان أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في آداب الدعاء، أتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأعود للنقطة الأولى أنه ملك يفعل ما يشاء ويمنع ما يشاء، وأنه حكيم، وأنه ثم أبدي القصور من نفسي أنا. فالله منزه سبحانه وتعالى. وكل ما اتهمت نفسك سبحان الله، الله ترى يعطيك. ترى احنا لما نصل الى الله عرجة ومكسورين ونقول له يا الله، ترى يعني تقول له كده يا الله انا بين يدك، انا في اخطاء، في تعب، في الم، والله هذه انك انت تعترف بالاخطاء حقتك والقصور. يعني مثلا تقول يا ربي ما عبدناك حق عبادتك، ما رجوناك حق رجائك، ما دعوناك حق دعائك، يا الله يا الله مقصرون مذنبون. هذه البوابة الكبرى للدخول على الله سبحانه وتعالى. لكن أن تأتي تقول طب ليش ما أعطاني؟ ليش؟ هذا عدم تقديس الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تنزهه حتى تدخل عليه سبحانه وتعالى ولو بالانكسارات.